نبتدي منين الحكاية؟ نبتدي منين الحكاية؟ حكايتنا النهاردة بدت في 2017 لما زار الرئيس الأمريكي ترامب الصين. أقول لكم تعالوا نشوف حصل معاه إيه ونرجع تاني. You would say China 5,000 years it goes back, right? Seems to be 5,000, right? 5,000 at least. 有文字的是3000。 And I guess the oldest culture they say is Egypt at 8,000. 对， 8,000. 埃及更古老一些，但是呢，文化没有断过流的，始终传承下来的只有中国。 مشهد غريب، تخيلوا الرئيس الأمريكي المهووس بالاستعراض والعنجهية لما بيستضيف الرئيس الصيني في قلب المدينة المحرمة في بكين بيبعت له رسالة صينية لترامب ويقول له فيها فارق التاريخ الحضاري اللي بيننا وبينكم كتير، لأن احنا كنا قبلكم على الكوكب ده من آلاف السنين قبل ما تكونوا انتم موجودين. في موقف زي ده ما نفعش ترامب لا اقتصاد ولا تكنولوجيا ولا قوة أمريكا العسكرية علشان يرد على رسالة الرئيس الصيني إلا بحضارتنا المصرية. وأظن كلكم عارفين المثل اللي بيعبر عن الموقف ده كويس جدا. الإحساس اللي حسه ترامب في اللحظة دي كان إحساس ضرب كل العنجهية وكل العنصرية اللي عنده، فإذا به يلجأ للحضارة المصرية علشان يعبر عن نفسه ويرد على رسالة الرئيس الصيني. فإذا كان غير المصريين منبهرين بشدة بالحضارة المصرية، فمن حقنا كمصريين معرفة سر هذا الانبهار، وهو ده سبب تفكيرنا في برنامج ما وراء الأهرامات. في برنامج ما وراء الأهرامات عاوزين نلفت الانتباه من التركيز على الأهرامات نفسها والآثار اللي أدهشت العالم بمصر القديمة للتركيز على الإنسان المصري، الإنسان المصري القديم اللي كان وراء عظمة حضارتنا المصرية القديمة. في ما وراء الأهرامات هنمشي عكس التيار اللي بيتجاهل الإنسان المصري بتفاصيل حياته اللي أنجز من خلالها الكثير، منجزات عظيمة تفاصيلها كتير فيها أسرار أكتر، لو أدركناها هنعرف من خلالها إزاي المصري القديم صنع كل هذه المنجزات وكل هذه الحضارة. علشان كده هنحاول تسليط الضوء على هذا الإنسان، شخصيته، أفكاره، دينه، أخلاقه، علمه، عمله، علاقاته، مجتمعه، بيئته، وظيفته، وأرضه، وإزاي كان بيجمع بمهارة شديدة بين كل هذه الوظائف من غير ازدواجية بين سلوكه ودينه وقيمه. وهنا نقطة مهمة، ما وراء الأهرامات مش برنامج تاريخي بالمعنى التقليدي، لأنه غير مبني على العرض التاريخي ولا التسلسل الزمني في السرد، ولا هنحكي فيه قصص وحواديت زي ما الناس متعودة عن قصص التاريخ، شخصيات وملوك وأسرار وأساطير شيقة للغاية إحنا كلنا بنمتلكها في مصر القديمة. ما وراء الأهرامات مش هنقوم فيه بالتعرض لنظريات بناء الأهرامات أو فحص وتدقيق الروايات لترجيح الرواية على تانية، ولو تعرضنا لده فهيكون في إطار ما نقله علماء المتخصصين في علم المصريات، مع العلم إن ما وراء الأهرامات لن يخلو من بعض لحظات الخيال، بعض السياقات والسرديات غير المكتملة أو اللي عليها شوية استفهام طبيعي للي بيتعرض في التاريخ بسبب فقدان بعض المعلومات هنا أو هناك، وده اللي بيقولوه المتخصصين. ومن واجبنا كمصريين في ما وراء الإهرامات إننا نذكر محاسن موتانا، ومن محاسن موتانا إنهم كانوا أول الموحدين. فليه بيصر علماء المصريات الغربيين وعدد من المصريين تجاهل محاسن المصريين القدماء وتوحيدهم وعدم التركيز على أسرار حياتهم اللي بنوا بيها حضارتهم علشان نتعلم منهم ونقدر نعمل مشروع قومي لإعادة كتابة التاريخ المصري القديم برؤية ورواية وأيدي مصرية خالصة من علماء المصريات المصريين المخلصين لفحص وتدقيق وتنقيح روايات علماء المصريات الغربيين والمستشرقين اللي شرفونا يا سيدي مع الاستعمار ورسموا لينا وللعالم صورة مشوهة عن حضارتنا القديمة، صورة اللي يشوفها يعجب بجمالها لكنه بيخرج ويقول يا خسارة كانت حضارة بدائية وثنية تؤمن بتعدد الآلهة. واحنا هنا في ما وراء الإهرامات هنحاول مع بعض نعيد رسم الصورة ونشكلها من جديد لبيان الجمال والعظمة والتوحيد اللي وراها. أنا عارف إن الكلام ده ممكن يكون ملتبس على البعض نوعا ما، بس أنا براهن على وعيكم وحرصكم وإبداعكم، وبدعوكم لعدم التسرع ومتابعة الحلقات علشان تعرفوا حكايتنا دي هتنتهي على إيه. لما بيقول خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد، انتهى الموضوع. زي ما احنا عارفين من مصلحة الكهنوت إنه هو يبقى فيه 2800 إله، كل إله له مسجد وكل إله له قرابين، ولم من الناس بقى يسترزقهم ويلموا ضرائب ويلموا جبايات، وكذلك الملك والحاكم يهمه ان يكون في 2800 حزب ويخبطوا البعض عشان هو تسلم له الامور وهو قاعد فوق ويستغل الناس.
وتكون النتيجة إن التاريخ الفرعوني كله مزيف، واللي وصل لنا من هذا التاريخ محرف تماما، ولأن اللي كتبه الأقوياء.